الحقيقة أنه إحنا ما نقدر نسميها صفقة القرن اللي كانت قبل عملية هيثم الجبوري، نسميها سلفة القرن. سلفة القرن يعني هاي السلفة احنا خرجنا الأخ نور صبري بكفالة وطلعناه على مود يجمع أمواله ويسدد بها للمحكمة أو يسترد الأموال. اللي المشترك الرئيسي بالموضوع هو هيثم الجبوري مع مدراء عامين في وزارة المالية أدوا إلى أنه السماح إلى إطلاق المبالغ للضمانات الضريبية، وهي مبالغ كبيرة جدا لن تحدد بمليارين و700 مليون دولار أو أكثر من هذا المبلغ. لكن احنا هيئة النزاهة والقضاء العراقي كيف يتصرف هذا التصرف؟ لازم احنا عندنا قانون مصادرة اموال المنقولة وغير المنقولة. انت وين فلوسك؟ وين عماراتك؟ وين ارصدتك؟ تروح المحكمة تجيبها. لكن ضعف الدولة ادى الى انه احنا نكون بهذا الموقف، وهذا خلل في كل مفاصل الحكومة بمحاسبة الفاسدين. يعني الان زوجته جابت 4 مليارات دينار عراقي، وهو مبالغ كبيرة جدا. زين، وهو يقول انا راح انقص 17 مليون، استرد 17 مليون وقابله انه يطلق سراحه بكفاله مثل ما اطلق سراح الاخرين. طيب، اعاده تلك المبالغ يتم من قبل